السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة أول يوم رمضان. طبعا احنا شلنا الفراخ من المطبخ وذبحناهم والحمد لله يعني، ونقعناهم وتمت العملية بنجاح. هنبتدي بقى ان احنا ننظف المطبخ مكانه. عايزة اقول لكم ان النهاردة كان يوم مشحون، اقسم بالله يوم تعب جدا جدا. شايفين المطبخ شكله عامل ازاي؟ طبعا مش عايزة اقول لكم بقى الفراخ عملت ايه في المكان. هنا طبعا الحمد لله تمت عملية التنظيف، نظفنا المطبخ وغسلنا طبعا التلاجة وغسلنا السيراميك اللي على الحيطان ده، وغسلنا الترابيزة بالبلاط اللي عليها تلمع بتلمع. ملينا القلة طبعا عشان بعد الفطار. آه اللهم صل وسلم وبارك. كان طبعا انا معبيه الكلور في بخاخة كده، برش طبعا انضف البلاط والبوتاجاز وكده يعني. اهم ما في الموضوع هو البوتاجاز. البوتاجاز اهم حاجة. طالما البوتاجاز نضيف في المطبخ يبقى المطبخ كله نضيف. وهنا طبعا ابتدينا ان احنا بقى نكسر التمر كده عشان نبله. عايزه اقول لكم النهارده كان روتين بهدله ومرمطه وتعب، بس الحمد لله ربنا قوان. هنا بقى قربنا نخلصوا الكميه بتاعه التمر. بصوا عايزه اقول لكم انا من عشاق التمر بالطريقه دي، كانت جدتي الله يرحمها بتعمله وكانت والدتي برضو. آه ربنا يرحمهم الاتنين يا رب وينور قبورهم اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. دلوقتي طبعا احنا لازم نفتح كل بلحة ونبص فيها كويس قوي، تمام، عشان لو في حباية بايظة او حباية فيها حاجة كده يعني. وهنغسلهم بقى كويس، وبعد ما نغسلهم طبعا هنضيف عليهم معلقتين سكر ونسيبهم بقى براحتهم. خلوهم بره التلاجة لان هم جوه التلاجة المية هتسقع، التمر مش هيبقى واخد راحته كده في ال ان هو يطرى يعني. بعد ما يطرى ويبقى كويس كده قرب المغرب كده يعني، انتوا مثلا تعملوه الظهر قرب المغرب، تبقوا تشيلوا الشفشق وتحطوه في التلاجة. طبعا ختامه مسك. اخر واحدة دي كانت بايظة. هنلم طبعا كل حاجة مكاننا، وهنروح بقى نغسله زي انا ما قلت لكم كده ونظبط الدنيا. طبعا انا مش عاملة كتير على قد انا وابني اللي صايم بس. ده لما يتبل هي طبعا هنا بقى هنبتدي ان احنا برضو نتبل الفراخ. احنا غسلنا التمر وشلناه، كل ده كان يا دوب الظهر أذن بس. معانا هنا صدر فرخة قسمينه 4، طبعا دي من الفراخ اللي احنا دابحينها الصبح. عايزه اقول لكم ان التربيه في البيت احسن حاجه، بس التوبه من بعد النوبه ربي في المطبخ تاني، لان بجد بجد بهدل لي الشقه يعني. عامه هي شقه قديمه يعني مش جديده، بس مش مشكله، هو يعني عشان بس الريحه والولاد وكده. هنخرمها خرمين كده 3، هنغزها بالسكينة. ايوه كده. طبعا انا شلت الجلد، هغزها كده اهوت. ابتدي بالتتبيلة دي بدري عشان الفراخ تتشربها كويس قوي. تمام. صفينا كل المية اللي فيها، طبعا احنا غسلينها كويس جدا. معانا هو المفروض علبة زبادي، بس بما ان احنا ما عندناش زبادي وفي الارياف، فدي كانت نص كوباية لبن رايب. معانا فلفل اسمر وبهارات وملح وكركم وبابريكا. هنلخبطهم كده مع بعض كويس قوي. بصوا هو اول مره في حياتي اعمل حاجه بلبن، فراخ بلبن يعني، غير الدس. ف انا كنت يعني متردده شويه، بس قلت هعملها يعني.
طبعا بقى على طرف لسانك كده وبإضوء الحوض، لو عايز ملح زيادة ملح قليل كده يعني. وتوفي طبعا احنا صايمين. طبعا هنا انا كنت بنقلهم بقى في في الصينية اللي انا هطيب فيها. هننزل بقى ببقية التتبيلة كده عليها. بصي بقى، عايزة تحطيها في التلاجة حطيها، عايزة تحطيها في الفرن تحطيها لحد يعني ايه ما تتشرب تتبيلتها كويس اوي. بس عايزه اقول لكم ان ريحتها وهي نيه بسم الله ما شاء الله. انا غطيت عليها وسبتها بقى ايه زي ما هي كده لحد ما اخدت من التتبيله وكده يعني. هنا طبعا بقيه الفراخ، طبعا احنا كنا واخدين صدر، قطعنا بقى، مسكنا كده دول بسم الله ما شاء الله ادي 4 و... والنص اللي احنا اخدنا نص الفرخه بتاعت التانية، والكبد والقوانص والجوانيح والحاجات دي. هنا طبعا بعد ما قطعناها وكيسناها، انا ما لقيتش اطباق فل عشان اكيس فيها، وطبعا ما عنديش وقت النهارده بالذات ان انا اتبل الكيس ده. الاولاني ده نص صدر. الكيس الاولاني اول واحد مسكته دول العظم اللي انا اخليت منه الصدور ديت عشان اعمل شاورما، اعمل آه اللهم صل على النبي وبارك لنا فيه، افرم لمكرونه. دي طبعا الكبده خليتها في كيس لوحدها عشان نعملها في مره، ودول القوانص برضو عشان اعملهم في مره، دول الجوانيح على الرقاب. اللهم صل وسلم وبارك. دول دبابيس. آه كل الفراخ دي نص الصدر بس قطعته كده لوحده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله. فين اللايك؟ انا تعبت النهارده. فين اللايك والكومنتات الحلوه؟ وفين الاشتراك في القناه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. معانا حوالي 14 وجبة، ده غير فرخة كاملة. دي طبعا الفراخ خلاص كنا حوالي الساعة 3، فابتدينا ان احنا نحطها في البوتاجاز، ولعنا الفرن، هنغطيها وندخلها جوه الفرن. الفراخ معانا 14 وجبة من 4 فراخ، والوجبة دي ال15، ومعانا فرخة متكتفة كاملة. يعني بسم الله ما شاء الله، مفيش احسن من تربية البيت. تمام. طبعا هنا انا كنت مسخنة الفرن كويس. هنبتدي ان احنا ايه ندخل فيه الفراخ بعد ما نغطي وشها بورق الفويل زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا بحاول اثبت ورق الفويل، كل ما اتك عليه من ناحية يطلع من التانية، زهقني بصراحة. هنا طبعا الايادي الصغيرة بتساعد. هتحطيه كده على الحديدة بس مش في النص، هتخليها على اخر درجة، وتيجي ايه اللي هي قبل الصاجة بتاعة الفرن بشوية، وتيجي ايه حطها. هنا طبعا ابتدينا بقى ان احنا ايه ضياع في السكر. ابتدينا ان احنا نعمل الشربات بتاع الكنافة. كوباية سكر، كوباية ونص مية. طبعا هنسيبهم يغلوا غلوتين وبعدين نضيف الليمون، نص ليمونة كفاية، نص ليمونة كبيرة. وهنا طبعا ابتدينا ان احنا نجهز بقى الكنافة ونظبط الدنيا كده. ده نص كيلو كنافة، طبعا مش هعمله كله، هعمل نصه بس او اقل من نصه كمان. طبعا معانا سمنة هندهن بيها قعر الصينية. هي المفروض كانت تسيح شوية بس مش مشكلة، انا كنت مستعجلة يعني. طبعا لو متاح بقى سمنة بلدي يبقى كويس خالص. طبعا مكسرات سوداني وزبيب وجوز الهند. انا بحب الكنافة بالحاجات دي. في ناس تانية بتعملها بمانجا، وفي بتعمل بموز، وفي بتعمل بكريمة. بكرة ان شاء الله نعملوها بكريمة. طبعا زي ما قلت لكم مش هاخد كمية الكنافة كلها، هناخد بس حبة صغيرين. وطبعا دي الكنافة دي اللي هنحلي بيها في الاخر. الايدين الصغيرة يعني
قاعدة بس عشان ايه؟ هو الكبير صايم، الصغير قاعد عايز سوداني عايز سوداني عايز سوداني. هنقطعها طبعا كده كويس. هي كانت في التلاجة وانا طلعتها برا شوية، يعني هي عندنا من امبارح. طبعا الطريقة دي قديمة جدا، بس هي من احب الطرق لقلبي طبعا، عشان والدتي الله يرحمها كانت دايما بتعملها لنا في رمضان. معلقة سمنة كده، وهنبتدي ان احنا نفرك السمنة في الكنافة. هنفركها كويس. عايزة اقول لكم ان ايوه، آه، افرديها بقى كويس، بالظبط كده. واتك عليها بقى بايه، ببطن ايدك كده. ايوه. وان شاء الله باذن الله يبقى كل يوم طريقه مختلفه للكنافه. وعلى قد اليوم ما كان متعب النهارده، بس عدى الحمد لله يعني. هنا بقى نبتدي نحط المكسرات بتاعتنا، او نضيف المكسرات بتاعتنا. تمام كده، هنبتدي بقى نضيف الجزء التاني. دي كانت من احلى اللحظات اللي عدت عليا النهارده. هي صينيه الكنافه، او تجهيز صينيه الكنافه، بصراحه يعني بصراحه انا عملت كل حاجه لوحدي طول النهار، الا ساعه الكنافه تلمولي كده ازاي انا معرفش. تاكي بقى على قد ما تقدري كده، بالظبط. هنجيب برضو معلقه سمنه كده ونفردها على الوش. وتمت العمليه بنجاح. طبعا احنا هنا كنت بس عايزه اوريكم الحاجات اللي انا جايباها. ربع زبيب، وربع سوداني، وربع جوز الهند. دول بالذات انا شارياهم للكنافة، عشان خاطر لما روحت اشتري كنافة كانوا الاول بيحطوا كيس مكسرات كده مع الكنافة، زبيب وكده يعني. بس دلوقتي هي الكنافة بس. فاحنا هنا حطينا الكنافة هي. وطبعا الباب خبط بقى، فطلعنا عشان نشوف مين. وهنا بقى ختامه مسك كده، خلاص المغرب هيأذن. فكنا بقى ايه، الرز المدسوس والرقاق والبطاطس المقلية والخضار والسلطة والزيتون والعصاير مانجا وتمر. انا عاملة على قد انا وابني بس، وتمر، او انا وولادي بس. والفراخ طبعا شايفين